في ناس حظها حلو، اتربت في بيئة كويسة أو بيت كويس، ظروفهم كانت مرتاحة، الأب والأم كان عندهم وقت للولاد فعلموهم حاجات كتير كويسة تساعدهم في حياتهم. بس في ناس للأسف مش محظوظة بنفس القدر. ممكن مثلا أبوك كان بيشتغل طول اليوم وما عندوش وقت كفاية ليك، أو ما كانش فاهم قوي في موضوع التربية ده وإنه يركز مع ولاده، أو حتى هو نفسه ما عندوش الصفات اللي هنتكلم عنها النهاردة. ودي ممكن تكون مشكلة كبيرة، لأنك لما تتعلم أو تتربى على حاجة من وأنت صغير بيبقى سهل عليك قوي إنك تطبقها وانت كبير، عكس لما تتعلمها في سن متقدم شويه. وانا النهارده مش هقول لك على ازاي تحلق دقنك او ازاي تصلح مشاكل الكهرباء، مع انها حاجات مهمه واحب انك تعلمها لاولادك لما تبقى اب ان شاء الله. بس انا النهارده هتكلم عن حاجات اعمق شويه، حاجات مرتبطه بالشخصيه والتعاملات، حاجات كان المفروض في رايي الشخصي ابوك يعلمها لك. فلو ده ما حصلش هتضطر تعمل حاجتين: واحد، انك ما تلومش والدك او اي فرد من عيلتك وتتحمل انت المسؤوليه. اتنين، انك تتعلمها بنفسك، وده ممكن يكون صعب لكنه مش مستحيل. انا حاسس اني طولت قوي في المقدمه، فخلينا ندخل في رقم واحد. رقم واحد، ما تحترمش حد مش بيحترمك، ولو سمعت حد بيقول لك خليك انت الكبير ما تسمعش كلامه. انا مش عارف ايه اللي يخلي اب يقول لابنه ما تتخانقش مع حد. لو حد شتمك او ضربك قول له الله يسامحك، لكن ما تعملوش حاجه، او اي نصيحه تانية مشابهه بتشجعك انك تسيب حقك. التفسير الوحيد اللي في بالي هو ان الاب عايز يريح دماغه. خناقه يعني مشكله، يعني استدعاء ولي امر، يعني المدرسه هتصدعني بحوارات الولد. لا، وعلى ايه؟ قول له الله يسامحك وخليك انت الكبير، اوعى تنزل لمستواه. وهي المشكله مش في انك تقول الله يسامحك، اكيد انا مش قصدي كده. المشكله في انك تبقى فاكر ان دينك بيشجعك تبقى مذلول او بيشجعك تسيب حقك، وده مش صح. العفو بيبقى عند المقدره، والا ما يبقاش ليه معنى. وانا دايما بقول للاطفال ان لو حد شتمك او ضربك او جه عليك باي شكل طلع. طبعا مش بقولها بالصيغه دي عشان ده طفل، بس بقول له ما تسيبش حقك. العيل يعمل مشاكل وياخد استدعاء ولي امر او حتى فصل 3 ايام احسن بكتير من انك تزرع جواه الذل والخوف وانه يسيب حقه. انا مبسوط جدا ان البيت عندي ما كانش بيقول لي كده، ودي من اكتر الحاجات اللي انا ممتن من والدي ووالدتي عليها. فلو انت اتربيت على انك تسيب حقك عشان تتجنب المشاكل لازم تغير ده. حتى لو هتاخد شهرين 3 تبقى اكستريم قوي، اللي يبص لك بصه وحشه تقول له في يا عم انت هتصورني ولا ايه، والكلام بتاع الشارع ده. لازم تتعود تاخد حقك حتى لو بسببه هتحصل لك مشاكل. رقم 2، ودي المشكله اللي بتحصل لما الاب والام يبقوا اكستريم جدا في الناحيه الثانيه، وهي ان الابن بيبقى بيعامل كل الناس وحش. لو حد في المدرسه حاول يتعرف عليه تلقائي في مخه بيترجم ان ده واحد عايز يستغله او عايز يضره. عشان كده تاني درس هو انك تعامل كل الناس باحترام وتقدير حتى اشعار اخر. ما دام الشخص اللي قدامك ما ظهرش منه اي حاجه وحشه يبقى المفروض تفترض حسن النيه، تفترض انه شخص كويس وتعامله على هذا الاساس. والنقطه دي بالتحديد ممكن تاخد منك وقت طويل شويه عشان تتعلمها وتتعود عليها، خصوصا لو انت متربي انك تحرص من كل الناس وما تساعدش حد، ما تسلفش ادواتك لزمايلك، ما تتعاملش مع حد في الفصل غير لو قريبك مثلا او والدته تعرف والدتك. ممكن يقولوا لك ما تعملش سبسكرايب لحد ما تعرفوش زي القناه هنا، اوعى تسمع كلامهم، انزل حالا بعد اذنك اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. ثالث درس هو ان الفشل مش نهايه العالم، بالعكس الغلط ضروري عشان تتعلم. في ناس للاسف اتربت من صغرها على انها ما ينفعش تغلط، ما ينفعش تقع، ما ينفعش تفشل في اي حاجه والا هتتعاقب. وده للاسف بينعكس على شخصياتهم لما يكبروا، انهم بيخافوا يعملوا اي حاجه، لان اي فعل تعمله او مجال هتدخله لازم هيبقى فيه احتماليه للفشل، دايما في احتمال انك تغلط. فلو انت شايف الفشل ده نهايه العالم عمر ما هيبقى عندك الشجاعه انك تعمل اي حاجه جديده، من اول القرارات اللي هتفرق في حياتك زي مجال شغلك او انك تفتح مشروع او تعمل اي تغيير كبير في كاريرك، لحد اصغر افعال زي انك ما ترضاش تلعب بلاي ستيشن ضد حد انت عارف ان مستواه اعلى منك عشان خاطر ممكن يكسبك. لازم تفهم ان الغلط ضروري عشان تتعلم، وانك لازم تفشل مره واثنين وثلاثه عشان تنجح في اي حاجه، الا لو صدفت معاك او جت مع الهبل دبل زي ما بيقولوا، ودي صدف بتحصل مره مرتين 3 مرات في العمر، ما ينفعش تبقى القاعده اللي بتمشي عليها. حاول تغير عقليتك ونظرتك للفشل وتفهم انه جزء اساسي من حياه اي شخص ناجح. رقم 4، انك لازم تتحمل المسؤوليه، مسؤوليه افعالك، مسؤوليه كلامك، مسؤوليه نفسك، ومسؤوليه كل حاجه متعلقه بيك. انا بشجعك تجرب وتغلط، بقول لك ما تخافش من الفشل، لكن ده مش معناه اني بقول لك ما تتحملش مسؤوليه اللي بتعمله. في دلوقتي شباب عندهم 20 و25 سنه واهلهم بيخافوا عليهم انهم يتغربوا او يسافروا او يشتغلوا او يشيلوا اي مسؤوليه كبيره، ودي مشكله كبيره جدا. ومع انها ممكن تكون غلطه اهلك لكنها برضو مسؤوليتك. لو ابوك ما قالكش ازاي تشيل نفسك او ما علمكش ازاي تشيل مسؤوليه يبقى لازم تتعلم بنفسك. ابدا بحاجات بسيطه زي انك تبقى مسؤول عن اوضتك، ترتيبها وتنظيفها، كتبك
حاجاتك، تنظيم لبسك، كل حاجه متعلقه بيك هي مسؤوليتك انت في المقام الاول. عارف ان في شباب بتشتغل وشايله مسؤوليات كبيره من وهي في سن صغير بتتفرج عليا دلوقتي وبتضحك. ترتيب اوضه؟ ده انا شايل مسؤوليه سلسله محلات. معلش، كل واحد ليه نقطة بداية، واحنا هنا بنساعد بعض مش بنعلي على بعض. يعني تبقى عارف ان كل حاجة في حياتك او متعلقة بيك هي مسؤوليتك انت. يعني تبطل تلوم الظروف او الناس على مشاكلك من اصغر حاجة في حياتك، من وانت في المدرسة تبطل تقول انا سقطت عشان الامتحانات كانت صعبة، او عشان المدرس مستعندني انا مش باخد معاه درس. الامتحان صعب؟ ذاكر اكتر. معكش فلوس؟ اتعلم مهارة تقدر تجيب بيها فلوس قدام. ما تشتكيش او تلوم الظروف، فكر ازاي تقدر تغير الظروف دي عشان توصل لهدفك. رقم 5، انك ما ينفعش تكذب. للاسف في اهالي كتير متسامحين او متساهلين شوية في النقطة دي، مع انهم ممكن يكونوا متدينين جدا ومش بيسمحوا لاولادهم انهم يفوتوا صلاة. مع ذلك ممكن تلاقي مصطلحات غريبة زي كذبة بيضة، او دي كذبة صغيرة مش هتأثر في حاجة، مشي امورك. جمل غريبة كده بتتقال عشان تسهل الكذب او تخليه مستساغ شوية بالنسبه لك، بتخلي فكره الكذب مقبوله شويه. وبعيدا عن ان الكذب حرام، لانك اكيد عارف ده، الكذب بيربي ضعف الشخصيه. وانا مش بقول لك اني ما بكذبش خالص او اني ملاك، بس انا بقول لك ان مفيش مره واحده فاكر ان انا كذبت فيها وما حسيتش ان انا قد كده. حتى لو حاولت اطلع لنفسي مبررات ان الكذبه دي كانت ضروريه او ان ده كان القرار الصح، انا عارف من جوايا الحقيقه الكذب للاسف ضعف في الشخصيه، ولما تتعود عليه من سن صغير هيبقى صعب عليك جدا انك تبطله لما تكبر. هتستسهل، هتحس انه عادي. احنا اتكلمنا في النقطة اللي فاتت عن تحمل المسؤولية. الكذب هو اسهل واشهر طريقة ناس بتستخدمها عشان تهرب من المسؤولية. اعترف باخطائك، قول الحقيقة دايما حتى لو كان فيها ضرر شخصي ليك. هتتجنب ذنب كبير والناس هتحترمك اكتر، وانت هتحترم نفسك اكتر، وهتحس انك راجل بيتحمل مسؤولية افعاله. هتحس انك راجل بجد، وفوق ده مش هتعمل الحاجات اللي بتضطر انك تكذب عشان خاطر تداريها. رقم 6، حافظ على مبادئك باي ثمن، لان مبادئك هي شرفك. كلمة الشرف بتستخدم دلوقتي بمعنى مراتك او اختك، لكنها في الحقيقة اكبر بكتير من كده. الشرف او الاونر هو قيمتك الشخصية، هو احترامك لذاتك، ودي حاجة مش هتكون عندك غير لو خليت نفسك راجل صاحب مبدأ. والمبدأ ده ممكن ما يكونش اخلاقي بالنسبة لي، او ممكن اكون مختلف معاه بنسبة 100%. ممكن يكون واحد من مبادئك في الحياة انك ما تاكلش مكرونة بالصلصة ابدا، لا لازم تاكل المكرونة بالوايت صوص. مش موضوعي، ما دام ده مبدأ بالنسبة لك ومقتنع بيه يبقى ما تتساهلش وتكسره لاي سبب من الاسباب. رقم 7، لازم تقول الحمد لله، ومش بس تقول الحمد لله، تحس بالشكر من جواك وتقدر النعم اللي انت فيها. واحد معاه موبايل او كمبيوتر وبيتفرج على الفيديو ده دلوقتي، اكيد عنده بيت عايش فيه، مش بيبات في الشارع، واكيد عنده اكل يكفيه كل يوم. مش لازم يكون بياكل لحمه 3 مرات في الاسبوع، بس الاكيد انه مش بينام من غير عشاء. دي نعم مش قليله، ومش دي الحياه اللي ينفع تبقى ساخط عليها او تحس بعدم الرضا بسببها. اتعلم تقدر النعم اللي عندك وهي موجوده، مش لازم تستنى لما يجيلك الضغط او السكر عشان تقدر نعمه الصحه، مش لازم تفلس وتبقى مش لاقي تاكل عشان تقدر قيمه الفلوس اللي في جيبك. خليك دايما راضي، واشكر الله، واشكر الناس اللي بيساعدوك في حياتك لانهم اكيد موجودين، من اول والدك ووالدتك اللي صرفوا عليك وكبروك لحد ما وصلت للمستوى ده، لحد كل شخص بيساعدك باي شكل من الاشكال خلال يومك. لازم تبقى شاكر ليهم ولربنا من جواك. رقم 8، وده موضوع شخصي شويه لانه من الحاجات اللي والدي نصحني بيها كتير وكان بيركز عليها وانا صغير بحكم اني كنت مندفع ومتهور شويه، وهي ما تلقيش بنفسك للتهلكه. في حاجات كتير كنا بنختلف عليها، وانا بطبعي ميال شويه للمغامره او خوض التجربه او ان انا اخد الريسك، بس اللي ما قدرتش اختلف معاه فيه هو ان كل حاجه لازم تتحط على ميزان ريسك وريورد. في تجارب مقدار الخطر فيها عالي جدا، مع ان ما فيهاش اي قيمه حقيقيه ولا هتستفيد منها ولا هتضيف حاجه لحياتك ولا حتى هتعمل منها ذكرى كويسه. زي ان اقول لك تعال نجرب النهارده نعدي الطريق الصحراوي واحنا مغمين عينينا، تجربه واثاره وتشويق، بس الريسك عالي جدا جدا انه يكون مستاهل. خد اكبر قدر ممكن من التجارب، ما بقولكش ما تجربش، بالعكس انت عارف اني اكتر واحد بيقول لك جرب ودوس وروح كل حته، بس خلي عندك ميزان يقول لك هل فعلا الاكسبيرينس دي قيمه ولا بترمي نفسك في النار وانت مش حاسس. 9، يا تخليك قد كلامك يا تخلي كلامك على قدك. طبعا والدك مش هيقولها لك بالشبحانه دي، ممكن يقول لك لسانك حصانك او الراجل بيتربط من لسانه، او يقولها باي شكل تاني، بس المعنى هو كل حرف بيطلع من بقك ليه تمن، ممكن تكسب وممكن تخسر، بس خليك متيقن ان في حاجه بتتغير، مفيش كلمه بتعدي وخلاص. حتى لو كلامك ملوش معنى، حتى لو بتقول اي حاجه وخلاص، مجرد فكره انك بتتكلم كتير هتاثر على انطباع الناس عنك. وعلى الجانب الاخر في اوقات تانية انك تسكت وما تتكلمش هو اللي هيضرك، فلازم تحسب
تحسبها صح، لازم تخلي الكلمة اللي بتطلع منك بحساب. الكلام اللي هقوله دلوقتي هيفيدني ولا هيضرني؟ وما تنساش ان كلمة واحدة ممكن تبوظ علاقة بقالها سنين، كلمة واحدة ممكن تضيع عليك شغل او وظيفة او فرصة كبيرة، كلمة واحدة ممكن تبوظ علاقات كتير بين الناس. في جملة قريتها قبل كده عن الموضوع ده مستحيل انساها: الجموا كلماتكم قبل ان تخرج من افواهكم فانها كالرصاص، ان خرجت من افواه البنادق فانها لا تعود. رقم 10، ودي صدمة، كل ما تاخدها بدري كل ما كان احسن، وهو انك مش لازم تاخد كل حاجة عايزها. ساعات بيبقى الاختيار الصح انك تسيب حاجة نفسك فيها وهتموت وتاخدها، من اول اللعبة الغالية اللي كنت بتشبط فيها وانت طفل لحد الموبايل اللي ثمنه 20,000 جنيه وانت مش معاك فلوسه ومش هتستفيد منه حاجة. والكلام هنا عام على اي حاجة نفسك فيها لكن هي مش مناسبة ليك او مش هتقدر توصل لها. في اهالي بيحبوا يدلعوا اولادهم ويجوا على نفسهم بزيادة عشان يجيبوا لهم كل اللي هم عايزينه، وده ليه تأثيرات ايجابية طبعا ما قلناش حاجة، بس برضه بيخلي الشاب يكبر ويطلع للحياة وهو مستني انه ياخد كل حاجة، مستني الحياة تديله كل اللي نفسه فيه، مش قادر يتقبل فكرة ان في حاجة هيبقى عايزها ونفسه فيها وهيموت عليها وما يقدرش ياخدها. الفكرة دي بقت مرفوضة لانه عاش سنين كتير بياخد كل حاجة نفسه فيها وبسهولة من غير مجهود. لازم تتخلص من الفكرة دي. ممكن تدرب نفسك على الموضوع ده بكذا طريقة، زي انك تحدد مبلغ معين هتصرفه كل اسبوع ما تصرفش غيره، او فترة زمنية معينة هتلعب فيها او هتضيع وقتك، او اي طريقة تانية تتعود بيها على ضبط النفس. ودي على فكرة مهارة قوية جدا وبتفرق قوي لما تتعلمها بدري. لو عجبك الفيديو بعد اذنك عيد الفيديو، بس المرة دي وانت ماسك ورقة وقلم او فاتح نوت، اكتب النقط اللي محتاج تشتغل عليها عشان تبقى فعلا استفدت من الفيديو، مش ضيعت 7 أو 8 دقايق وخلاص. ولو واجهتك اي مشكلة او عندك حاجة عايز تفهمها اكتر انا مستنيك تحت في الكومنتات. ده كان فيديو النهاردة عن 10 دروس في الشخصية والتعاملات مع الناس ابوك ممكن يكون نسي يعلمها لك. ما تنساش انك مسؤول عن كل حاجة متعلقة بيك، انت المسؤول مش اي حد تاني، فبطل تلوم اهلك وركز في انك تشتغل على نفسك. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.